فريق الدفاع الجوي حرميثم، وكذلك اللاعب إيهاب حسن، محمد صلاح، جاسم محمد. محاولة تصويبة من الأرك، لكن الكرة أقرب إلى محمد صلاح. محاولة عباس حكمت، محمد صلاح جاب شوت صوب، كرة أقرب إلى إيهاب، ولكن الكرة إلى خط الحيازة لصالح فريق الدفاع الجوي. هذا إيهاب حسن، لاعب يتأسس من الحلة. إيهاب إلى جاسم، تصويبه بالارك، واولى الثلاثيات في المباراه عن طريق جاسم محمد. جاسم محمد وثلاثيه اولى في هذا اللقاء. 5-2. احمد جمعه، احمد تمرير الى مصطفى عقيل، مصطفى غيث، عبيده سامي، مصطفى تمرير الى احمد جمعه. احمد يحاول يخترق، يصوب بالفلوتر، ولكن اقرب الى محمد صلاح. محمد محاوله بالباك بورد، يا عيني بالباك بورد. عباس حكمت يسجل باسكت بشكل سريع. شوف الترانزيشن من جانب فريق الدفاع الجوي، ينتقل بشكل سريع جدا من الدفاع للهجوم. احمد جمعه، احمد جمعه، عبيده، مصطفى عقيل، خطأ بالتمرير، تيرن اوفر على فريق عمان نينوى. شارك لأول مرة في الدوري الممتاز. هذا غيث ياسر، لاعبي الشباب بالنسبة لفريق عمان نينوى. مرة ثانية حرميثم، إيهاب حسن، لاعبين سنتر يفكر به نضال غانم. إيهاب ممتازة، الأسيست أروع الحر، فينش حاضر من هذا اللاعب إيهاب حسن لاعب منتخبنا الوطني. بالتالي تقدم 9-2. مباراة صعبة على فريق عمان نينوى، يلعب امام بطل الدوري احمد جمعة. محاولة احمد، تصويبه من الارك، يحاول يجرب حظه، ولكن اقرب الى محمد صلاح على ريباوند. ايهاب حسن، ايهاب يقطع بدرايف، وخطأ خطأ على مصطفى عقيل. ايهاب حسن تجربة احترافية في الأردن. خطأ على مصطفى عقيل، خطأ شخصي. بالتالي إيهاب حسن تو شوت. طاقم تحكيم مؤلف من شورى شفان، مروان جهاد حكام دوليين، وهوكار عزيز حكم اتحاد. إيهاب حسن حاول بالأولى، جوب يسجل. إيهاب حسن لاعب منتخبنا الوطني، مثل حلل نفط، وانتقل الى الدفاع الجوي. حاول بالثانيه، سجل جوب ايهاب حسن. مره ثانيه احمد جمعه، احمد جمعه، احمد جمعه، عبيده سامي حاول، والكره تبقى الحيازه من جانب فريق عمان نينوى. عمان نينوى يجد الصعوبة في اختراق دفاعات فريق الدفاع الجوي. يحاول غيث ياسر، جامب شوت، تصويبه صعب، اقرب الى ايهاب على ريباوند، يخطف الكرة، تعود عباس حكمت. ايهاب يحاول تمرير الى محمد صلاح، محمد الدوران، ولكن اقرب الى مصطفى عقيل. مصطفى حاول يقطع وبالباك بورد، لكن اقرب الى محمد صلاح. حر عباس حكمت، تمرير جاسم، تصويبه الحر على الارك، يسجل ثلاثيه حلوه من جانب حرميثم. ثلاثيه من هذا اللاعب. بالتالي 14-2. عود اكرم محمد، احمد جمعه، احمد يقطع، احمد جمعه حاول يخترق بالفلوتر، لكن اقرب الى محمد صلاح. محمد صلاح يحاول بالباك بورد، ما يسجل. عود الى عبيده سامي، عبيده حاول بالباك بورد، ما يسجل. متابعه ممتازه
من غيث ياسر ويسجل باسكت لصالح فريق عمان ليلى. غيث ياسر واضح امامكم بالصوره، اللاعب رقم 9 14-4. ايهاب حسن، محمد صلاح، حر، ميثم، جاسم محمد، جاسم، تمرير محمد صلاح، ونهاية الزمن الهجمة 24 الثانية، ترنوفر على فريق الدفاع. 5 دقائق باقي و30 ثانية وينتهي الكوارتر الأول. هذا نضال غالب منطقة محافظة بابل حلة، بس اسمعوا حلة، لاعب الكرف، دفاع جوي، كهرباء، جيش. مرة ثانية الزهر البديل، حاول اكرم محمد، اكرم يقطع، جاب شوت، تصويبه، ولكن اقرب الى ايهاب، اخر من لمس الكره، وتبقى الحيازه لصالح فريق عمان. المباراه بعدها في بدايتها حيازه عند فريق عمان ليلى. حسين الزهير جاي من الشرطه، مره ثانيه حسين تصويبه بالارك ويسجل ثلاثيه، اولى الثلاثيات من جانب فريق عمان نينوى. 14-7، الفارق 7. حر محمد صلاح، حاول ويسجل ايزي باسكت. سجل محمد صلاح سله بشكل سهل جدا. لوك باص، تمويه وبالباك بورد، حسين الزهير يسجل باسكت. 16-9. حسين الزهير وصل نقطه 5. مره ثانيه حر ميثم، ايهاب حسن، حر مرة ثانية، تمرير محمد صلاح، ايهاب حاول صراع على السلة والكرة الى الخارج. كرة الى الخارج. اخر لمس الكرة قبيدة، هذا ايهاب حسن، حاول مرة ثانية الحيازة عند فريق الدفاع الجوي. حاول ايهاب حسن، تمرير الى محمد صلاح، ايهاب مره ثانيه حاول يقطع، يصوب ويسجل. يسجل ايهاب حسن. يهاب عليه ان يراقبه مصطفى عقيل، يعني مصطفى متقارب الطول، بالتالي ايهاب يحتاج لاعب طويل القامه. ايهاب اللاعبين يحتاجون طول القامه، لكن نضال غانم لاعب يلعب لاعبين 2 سنه، محمد صلاح وايهاب حسن، بالتالي حسابات المدرب فواز صالح. على العموم اكرم محاوله غيث، قدر الكره ترنوفر، شوف الترانزيشن، محاوله تمرير محمد صلاح يسجل داك جميل. محمد صلاح يسجل داك 20-9. شوف انتقال من الدفاع الهجوم، الفاست بريك السريع والاسيست من عباس حكمت، ومحمد صلاح حاضر من تحت السله والخبره يسجل باسكت جديد لصالح فريق الدفاع. محاوله حسين زهير، حاول يقطع، طوال القامه يقطعون السله، يسوون كلوز. قرارات حديث مع الحكام. حسين زهير هدف، عودة إلى الأيرس، هذا فواز فاضل، العودة إلى الأيرس اليوم النتائج أيضا. فوز سابيس على غاز الشمال، فوز زاخو على فوز سابيس على نفط الشمال، فوز زاخو على غاز الشمال. المباراة الثالثة بين فريقي الدفاع الجوي وكذلك فريق عمان نينوى. ايضا النتائج حلة فاز على اليقظة 61-52، سابيس فاز على نفط الشمال 93-65.
ايضا لفت ميسان فاز على دجله نتيجه 53-47. نتائج اليوم. زاخو فاز على غاز الشمال 91-37. حالات الانتقام بين الحشد والكهرباء. شوف القرار. القرار الأخير. الانحياز عند فريق الدفاع الجوي قدم 20-9 خلال افضل المسجلين. ايهاب حسن سجل 8، سيد زهير 5. عود وهناك خطا على سيد زهير. انحياز من جانب فريق الدفاع الجوي. حر ميثم تمرير عباس تصويبه من الارك ويسجل ثلاثيه ممتاز جدا. عباس حكمت ثلاثيه جميله من هذا اللاعب المتخصص. 23-9. احمد جمعه مصطفى عقيل محاوله جاب شوت غيث ياسر ويسجل بالميدل شوت. ماسك الجديد اللونج باس حاضر محمد صلاح هو يسلم ويسجل بشكل سهل جدا. محمد صلاح يسجل بشكل سهل وبدون اي رقابه. 25-11. مره ثانيه احمد جمعه اكرم محمد محاوله مصطفى عقيل غيث اكرم حاول يخترق وخطا على اللاعب جاسم محمد. جاسم يرتكب البيرسونال فاول. هذا اكرم محمد صراحه يقدم مستويات ممتازه، لاعب شاب. وقت مستقطع الان. طلب الكوتش فواز فاضل مدرب فريق عمان نينوى طبعا تحدث عن احصائيات هذه المباراه. لحد الان فريق الدفاع الجوي متقدم نتيجه 25-11 نسبه التسجيل. بالنسبه لفريق الدفاع الجوي 71% مقابل 31. على مستوى التو بوينت فريق الدفاع الجوي 63% مقابل 33. محاول الدفاع الجوي 11 محاوله مسجل 7، بينما فريق عمان نينوى 12 محاوله مسجل 4. على مستوى الثري بوينت فريق الدفاع الجوي 100% محاول 3 محاولات مسجل 3 ثلاثيات، بينما فريق عمان نينوى 25% محاول 4 محاولات مسجل 1. على مستوى الفاور شوت 100% بالنسبه للدفاع الجوي حاول محاولتين مسجلهم. عمان نينوى ما حصل ولا باور شوت. على مستوى الريباوند تفوق الدفاع الجوي 9 مقابل 6. على مستوى الاسيست 10 للدفاع الجوي مقابل 2. الستيل 1 للدفاع الجوي مقابل ولا ستيل. بلوك شوت ممتاز بالنسبه لفريق الدفاع الجوي مقابل 1. التيرن اوفر عمان نينوى مسوي 2 تيرن اوفر مقابل 1. بعض الاحصائيات الان نقدم ايهاب مسجلين والنقاط. محاولة تمريرة تحت السلة ما يسجل لاعب غيث ياسر. باس بريك حاضر بجانب فريق الدفاع الجوي. ايهاب حسن تصويبه من الارض جرب حظه ولكن اقرب الى مصطفى عقيل لاعب شاب ممتاز جدا. مرة ثانية عمان نينوى غيث ياسر سيد زهير سيد احمد جمعة سيد حاول يموه. مرة ثانية تمرير أكرم تصويبه من الارك لكن اقرب الى سيد زهير يحاول سيد اكرم هاي الزمن هجمه. 24 تاليه تنتقل حيازه لصالح فريق الدفاع الجوي. بالديفنس من جانب فريق الدفاع الجوي يجبر فريق عمان نينوى على اللعب على الاوتسايد. عود حر ميثم حر تمرير جاسم محمد جاسم ايهاب حسن عباس حكمت ايهاب جاسم محاوله جامب شوت اقرب الى اكرم. فاست بريك حاضر سيد زهير حاول ما يسجل.
ما يسجل. سيد الزهير هو السله يغير. سيد الزهير لاعب جانب الشرطه. مره ثانيه عباس، ايهاب، محمد صلاح، محمد صلاح، محاوله جاسم محمد، تصويبه بالارك ويسجل ثلاثيه. اي جميله عن طريق اللاعب جاسم محمد. 4 تصويبات ثلاثيه، 4 تسجل. 28 مقابل 11. اكرم محمد حاول تمرير، غيث، احمد جمعه، تمويه بشكل ممتاز، تصويب من الارك ممكن، اقرب الى ايهاب حسن. شوف الانتقال سريع من لاعبي فريق الدفاع الجوي، والدفاع الجوي ما يستعجل. مره ثانيه حر ميثم، عباس، محمد صلاح جاب شوت، تصويبه ناجحه، مرس على الميدل شوت محمد صلاح ويسجل نقطتين جديده لصالح فريق الدفاع الجوي. 6 نقاط برصيده. لاعب الكهرباء لاعب الشرطه حقق مع الفريقين لقب دوري. مصطفى عقيل، سيد الزهير، احمد جمعه، احمد يحاول يخترق، احمد عند الكره باك بورد يسجل احمد جمعه. نقطتين جديده لصالح فريق عمان نينوى. اخر الثواني بالكوارتر الاول. محاوله تمرير ايهاب حسن، ايهاب وخطا، خطا اخر ثانيتين. سلامات لاكرم، اكرم محمد. سلامه لاكرم محمد. سلامه. الكرة الأخيرة إيهاب. سلامة سلامات لأكرم. نشوف إذا نهاية الكوارتر الأول. تقدم فريق الدفاع الجوي بنتيجة 30-13. استراحة قصيرة ونرجع وياكم ونكمل أحداث المباراة. مرة ثانية رجعنا وياكم محبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، لحظات وينطلق الكوارتر الثاني. مباراة ختام المجموعة الأولى، المجموعة الشمالية مباراة اليوم بين حامل لقب فريق الدفاع الجوي أمام عمان نينوى. محاولة جانب فريق الدفاع الجوي، محمد صلاح يفتتح التسجيل بالكوارتر الثاني. هذا محمد صلاح، أيضا مشاركة اللاعب اسماعيل مؤيد. مرة ثانية محاولة من جانب فريق عمان نينوى. مصطفى عقيل دبل تيم، مصطفى تمرير
غيث تصويبه من الارك والثلاثيه من بعيد يصوب ويسجل. حلوه للاعب عبيده سامي. عبيده هو اللي سجل الثلاثيه 32-16. اسماعيل مؤيد محمد صلاح ايهاب من دون اي رقابه ويسجل ايزي باسكت. حلوه الايهاب على مستوى البيس لاين يقطع ويسجل. مره ثانيه سيد زهير. محاولات فريق عمان نينوى. سين احمد جمعه تصويبه من الارك وما يسجل. تعود من جانب فريق الدفاع الجوي هو السله. عباس حكمت يسجل ايزي باسكت. يعني فريق الدفاع الجوي يتميز قلت لك من البدايه انه ينتقل بشكل سريع من الدفاع للهجوم. عبيده يحاول تمريره تصويبه من الارك وثلاثيه عن طريق اللاعب عمر محمد. عمر محمد اللاعب البديل واضح امامكم بالصوره، لاعب رقم 11 و36-19. مره ثانيه محمد صلاح الدوران والتصويب لكن اقرب الى عمر محمد على الريباوند. مره ثانيه احمد جمعه. احمد تمرير الى عمر تصويبه المره الثانيه ولكن ايربول متابعه من حسين زهير. حسين زهير الى عبيده. احمد جمعه. حسين تصويبه من الارك كرته تفتقد للتركيز. مره ثانيه حر محمد صلاح حاول ويسجل. دانك جميل محمد صلاح من دون اي رقابه من دون اي ديفنس من دون اي دفاع. محمد صلاح يسجل باسكت بالتالي يعزز تقدم فريق الدفاع الجوي 38-19. احمد جمعه. احمد جمعه. احمد تعود الى عبيده سامي. عبيده سيد زهير يحاول يقطع تصويبه من الارك بلوك ممتاز. تعود لفريق الدفاع الجوي. ايهاب يحاول ايهاب ويسجل بالانسايد ايهاب حسن 40-19. مره ثانيه احمد جمعه. احمد جمعه. احمد يحاول ممتاز اختراق ودخول ولكن فينش غائب في اللقطه الاخيره. اللونج باس محاولة محمد صلاح يقطع وياخذ خطأ. خطأ على عبيدة. عبيدة يرتكب البيرسونال فاول. محمد صلاح سلامة. هذا محمد صلاح حقق اللقب مع كهرباء وحقق اللقب مع الشرطة. 40-19 تو شوت لمحمد صلاح. خطأ الأخير أولى تضيع من محمد صلاح للأسف. يعني الفريق مثل الشرطة يحل الفريق واللاعبين ينتقلون إلى الأندية الثانية. يعز علينا بصراحة نفتقد فريق مثل الشرطة. الشرطة نفط كرخ. صلاح برصيده 11 نقطة. مرة ثانية حياز عند فريق عمال نينوى. سيد زهير. أحمد جمعة. أحمد يحاول تمريرة. عمر تصويبه من الارك أقرب إلى اللاعب البديل حيدر حسين يشارك. هذا حيدر لاعب رقم 21. كرة السايد لاين. حيدر حسين يشارك لاعب سنتر. حالة غريبة. علي مؤيد فيه هو اللي يوجه. على العموم محاولة ايهاب حسن يسجل باسكت. نضال غائب. الحالة اليوم غريبة ان شاء الله ماكو شيء. قبل شوي شفنا نضال غانم ولكن نضال اليوم ما يعني هاي الدقائق اللي فاتت شفنا الكوارتر الاول شفنا نضال. الان علي مؤيد هو اللي يقود الفريق. من الحالات الغريبة انه لاعب علي مؤيد هو لاعب
اساسي كابتن الفريق هو اللي يكون اليوم، هو اللي يوجه، هو اللي يكون المدرب. مرة ثانية شوف علي مؤيد، هذا اللي موجود. مرة ثانية احمد جمعة، احمد حاول يقطع، احمد جمعة تمرير سيد زهير، سيد يحاول وخطأ على اللاعب اسماعيل مؤيد. سيد زهير محافظة النجف، لعب الحلة، لعب الشرطة. سيد زهير تو شوت، الشرطة حل فريق، الكرخ حل فريق. الشرطة والكرخ يعني من الفرق الأساسية في دوري كرة السلة. إن شاء الله العودة الموسم القادم إن شاء الله، وأيضا فرق النفط، وأيضا نتمنى عودة الفرق الجماهيرية مثل تأسيس مثل فرق القوة الجوية، حتى في الزوراء والطلبة. الفرق هذه تمتلك قاعدة جماهيرية، بالتالي ممكن تأسس فريق كرة السلة وفرق تنافس على لقب الدوري. مرة ثانية جاسم محمد عباس، تصويبه من الارك يحاول، ولكن ايهاب حسن على الريباوند، دبل تيم على ايهاب، عود الى اسماعيل، تمريره الى حيدر، تصويبه من حيدر حسين، ولكن الكرة الى الخارج، الكرة الى الخارج، اخر من لمسه ايهاب. بالتالي تنتقل الحيازة لصالح فريق عمال نينوى. علي مؤيد هو اللي يقوم بدور مدرب. الموسم الماضي مباراة الشرطة والدفاع الجوي الشوط الثاني انطرد المدرب نضال غانم في وقتها، محاولة من جانب فريق عمان نينوى، يعني وحده انه دائما نوجه، دائما يعني نتساءل انه ضرورة ان يكون اكثر من مدرب مساعد للفريق. ممكن المدرب الاساسي يطرد او ممكن يصير لا سامح الله حاله، فبالتالي وجود الكادر التدريبي المتكامل، على الاقل مدرب مساعد واحد او اثنين. على العموم احمد جمعه ثانيه يسجلها 44-22. احمد جمعه شقيقه متواجد في الاستوديو التحليلي للعراقيه الرياضيه، كابتن حيدر جمعه، اسماعيل مؤيد، ايهاب حسن، دفاع الجوي، تصويب عباس وخطا وثري شوت. عباس حكمت ياخذ خطا وثري شوت لعباس. في اليوم علي مؤيد هو اللي يقوم بالواجبات، يعني هو المدرب. ايضا ممكن فرصه لنضال غانم، وجه ممكن علي مؤيد. علي مؤيد هو لاعب اساسي، بس اليوم ياخذ على عاتقه تدريب توجيه. ايضا التفاته ممتازه من نضال غانم، الاولى يحاول بيها عباس يسجل. شيء جميل، لاعب شاب حاول بالثانية يسجل. عباس 46-22، لاعب شوتر. عباس حكمت يحاول بالثالثة ايضا يسجل. جود جوب لعباس حكمت، واضح امامكم بالصورة، 189 سنتيمتر. والثانية تعود سيد زهير، باقي 5 دقائق تقريبا انتهي الشوط الاول. مصطفى عقيل، تمرير عمر حسين، اخر الثواني من زمن الهجمه، تصويبه من الارك، وضع صعب لكن اقرب الى ايهاب على ريباوند. حر ميثم، تمرير ممتاز. حيدر مره ثانيه حر، تمرير ايهاب. اسماعيل اوبن شوت يصوب ولكن ما يسجل، اقرب الى مصطفى عقيل ينطلق.
مصطفى. شوف العودة السريعة للاعبي فريق الدفاع الجوي، أقرب إلى إيهاب. إيهاب حسن، حر، ميثم، إيهاب، إسماعيل. ما يستعجل فريق الدفاع الجوي، يحاول يبني هجمة، يدور كرة، وخطأ على لاعب فريق عمان نينوى عمر حسن، لاعب البديل اللي اشترك قبل شوية. هذا حر ميثم، لاعب الجاي من الشرطة. هذا عمر حسن، لاعب شاب. حر ميثم، اسماعيل مؤيد، تمرير، عباس، تصويبه، ولكن اقرب الى اكرم محمد. اكرم ينطلق، يحاول تمريره، تاخر بها عمر حسن. محاوله عمر محمد، تمرير، تصويبه من حسين زهير، لكن ما يسجلها، وهناك خطأ على عمر محمد. 4 أخطاء على فريق عمان نينوى. مباشرة تو شوت. كثرة الأخطاء أكيد تأثر على مستوى المباراة، وأيضا على اللاعبين وعلى الفريق. حيدر حسين، تو شوت. حيدر حسين حاول بالأولى، تضيع. حيدر حسين حاول بالثانية، يسجلها حيدر. تعود الحيازة من جانب فريق عمان نينوى. عمر حسن، عمر، عبيدة، عمر محمد، عبيدة، حاول تمرير، عمر محمد، عمر حسن. شوف دفاع فريق الدفاع الجوي مرة ثانية، يخسر الكرة، تيرنوفر، يخطفها اسماعيل. ممتازة، حلوة الكرة، ممتازة من إيهاب حسن. حلوة الاسيست من اللاعب عباس حكمت. اللقطة تمرير ممتاز، عباس. إيهاب حسن حاضر بالفينش، ويسجل باسكت جديد لصالح فريق الدفاع الجوي. عمر محمد يقطع بالبيس لاين، يحاول بلوك ممتاز من اسماعيل، ولكن هناك خطأ على اسماعيل مؤيد. هذا عمر محمد، هذا عباس حكمت، من اللاعبين الممتازين في الدفاع الجوي. تو شوت لعمر محمد، الأولى يسجلها 50-23. حاول بالثانية يسجلها، جود جوب لعمر محمد. مرة ثانية الحيازة من جانب فريق الدفاع الجوي. آخر 3 دقائق و5 ثواني. حاول الدفاع الجوي تمرير، خطأ بالتمرير، تيرنوفر، حاول بيها عبيدة بالباك بورد، ما يسجل، أقرب إلى حيدر. خلينا نشوف، حيدر خارج أرض الملعب، بالتالي تنتقل الحيازة لصالح فريق عمان. استلم الكرة هو خارج أرض الملعب. مرة ثانية تمرير، عبيدة، تصويبة من الآرك، كرة ايربول. إيهاب حسن، حر، عباس، تصويبة من الآرك وثلاثية. ممتاز جدا عباس حكمت، مستوى الثلاثيات، وبالتالي 52 تثبت نقطتين. محاولة عمر حسن، ثلاثية يردها بثلاثية. عمر حسن ثلاثية لهذا اللاعب. 52-27. حر، دفاع جوي، تمرير، محاولة اسماعيل، حيدر، إيهاب، حيدر بالباك بورد، صراع من تحت السلة، والكرة في قدم إيهاب حسن، وبالتالي الكرة إلى الخارج.
تنتقل حيازة الكرة لصالح فريق عمان نينوى. هذا مصطفى عقيل لاعب شاب. الكرة الأخيرة قدم إيهاب حسن. وقت مستقطع الآن. وقت مستقطع 52-27. نضال غانم يطلب وقت مستقطع، بالتالي قدم فريق الدفاع الجوي 52-27. حدث بعض الإحصائيات في هذه المباراة. أكثر المسجلين إيهاب حسن 17 نقطة، محمد صلاح 13، وعباس حكمة 12. بينما أكثر المسجلين عمان نينوى حسين زهير 7 نقاط، عبيدة سامي 5، وعمر محمد 5. نسبة التسجيل بالنسبة لفريق الدفاع الجوي 60% مقابل 25% على مستوى التو بوينت. الدفاع الجوي 61% مقابل 27 على مستوى الثري بوينت. فريق الدفاع الجوي 57% مقابل 23%. الفاول شوت 80% الدفاع الجوي مقابل 83%. وكل فريق مسوي 4 تير نوفر. نهاية الوقت المستقطع اللي طلبه نضال غانم مدرب فريق الدفاع الجوي. يازع عند فريق عمان نينوى. تمرير حاول الى لاعب فريق مؤمن عبد الله. صار الكرة اللاعب البديل. ترنوفر على فريق عمان نينوى مرة ثانية. سلمى السعاد يشارك لاعب رقم 13. تمريرة حيدر جام شوت تصويبه واقرب الى مصطفى عقيل. مصطفى يحاول يقطع ويسجل الانسايد. ممتاز جدا، لقطة جميلة لهذا اللاعب، ويسجل باسكت جديد لصالح فريق عمان نينوى. 52-29 اخر دقيقة و15 ثانية. اسماعيل مؤيد حيدر ميدل شوت ايضا ما يسجل. يتابع محمد صلاح ويسجل باسكت. محمد صلاح يسجل باسكت وياخذ خطأ وعدوان. هذا محمد صلاح منتخبنا الوطني، لاعب اللي جاي من الشرطة. عدوان رمية حرة إضافية. باقي دقيقة و12 ثانية وينتهي الكوارتر الثاني والشوط الأول. عدوان ما تسجل. أقرب إلى مصطفى عقيل. أكرم محمد. أكرم محمد تمرير. مؤمن حاول ولكن بدون دقة. تصويبة بيها استعجال وبدون تركيز. اسماعيل مؤيد. شوف الدفاع الجوي يدور الكرة يخترق ويحاول تحت السلة. أقرب إلى مصطفى عقيل مرة ثانية. عمر حسن إلى أكرم محمد. أكرم تصويبه من بعيد يحاول ولكن أقرب إلى حيدر. تنتقل إلى جاسم محمد والكرة إلى الخارج. آخر 25 ثانية. هذا جاسم محمد لاعب شاب أيضا. هذا علي مؤيد اليوم هو يقوم دور المدرب. محاولة سلمى السعاد تصويبه وياخذ خطأ وتو شوت. سلمى السعاد لاعب شاب أيضا. هذا مؤمن عبد الله لاعب البديل. سلمى السعاد تو شوت. حاول بالاولى تضيع من سلمى السعاد. علي مؤيد منتخبنا لاعب الخبره. حاول بالثانيه سجلها. 55-29. دفاع بريس. أكرم محمد. أكرم تمرير تعود تيرنوفر على فريق عمان نينوى. جاسم محمد
سلمان سعاد يحاول صوب، ولكن الكرة إلى الخارج. كرة إلى الخارج، تنتقل حيازة لصالح فريق عمان ليلى. مرة ثانية أكرم صوب من بعيد والكرة إلى الخارج. استعجال، باقي ثانية واحدة، خلينا نشوف القرار. باقي ثانية واحدة تنتهي الكوارتر الثاني والشوط الأول. إسماعيل مؤيد. إذا هنا أحبتي مشاهدي قنوات شبكة إعلام عراقي، نهاية الكوارتر الثاني والشوط الأول بتقدم فريق الدفاع الجوي على فريق عمان ليلى نتيجة 55-29. استراحة قصيرة ونرجع وياكم نكمل أحداث المباراة.
مرة ثانية نجدد التحية أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وانطلاق الشوط الثاني كوارتر الثالث. مباراة بين حامل لقب فريق الدفاع الجوي أمام عمان نينوى. أكرم محمد يفتتح التسجيل لعمان نينوى بثلاثية، وهناك مخالفة تيرنوفر على فريق الدفاع الجوي. محمد صلاح يرتكب الوقت مخالفة المشي، بالتالي 55 32 بعد ما انتهى الشوط الاول. 55 29. احمد جمعه، احمد، اكرم الى عبيده سامي، محاوله حسين زهير، تصويبه من الارك، كره ايربول تعود الى حور ميثم. مره ثانيه محمد صلاح، محمد خطا، وخطا دفع على لاعب فريق عمان نينوى. احمد جمعه يرتكب الخطا الشخصي، تبقى الحيازه لصالح فريق الدفاع الجوي. حر ميثم، محاوله عباس حكمت، حر مره ثانيه يقطع بدرايف. سرمد سعاد، سرمد يحاول يموه ويسجل، ممتاز جدا لسرمد سعاد. 57 32. احمد جمعه، والكره برجل اللاعب حر ميثم. احمد جمعه، حسين زهير، مره ثانيه احمد، حسين، عبيده يخترق، كيك اوت، اكرم تصويبه، ولكن الكره الى الخارج. تنتقل الحيازه لصالح فريق الدفاع الجوي. هذا اكرم محمد، ثلاثيه ابتدى بها في الشوط الثاني كوارتر الثالث. حر ميثم، حر يحاول، حر ميثم، عباس حكمت، محمد صلاح جاب شوت، تصويبه ناجحه لمحمد صلاح ويسجل. نقطة جديدة لصالح فريق الدفاع الجوي. احمد جمعه، احمد، حسين زهير يقطع بالبيس لاين، مصطفى عقيل اقرب الى محمد صلاح على ريباوند. مره ثانيه حر، عباس تصويبه من الارك ما يسجل، متابعه من سرمد. مره ثانيه عباس تصويبه من الارك ويسجل ثلاثيه عباس حكمت، بالتالي يوسع الفارق 62 32، الفارق 30 نقطه. حسين زهير، احمد جمعه، عباس، حسين، اكرم محمد، تمريره عبيده، تصويبه من الارك حاول بها ولكن اقرب الى سرمد سعاد. خطا بالتمرير، تنتقل الى فريق عمال، محاوله باكبورد حاول بها ولكن خطا على سرمد سعاد. تيرنوفر على فريق الدفاع الجوي، خطأ على سرمد سعاد. مصطفى عقيل، تو شوت لمصطفى، قدم مباراة ممتازة لمصطفى على مستوى الدفاع، على مستوى الهجوم. حاول بالأولى تضيع من مصطفى عقيل. 32 حاول بالثانية، جود جوب يسجل. مرة ثانية الدفاع الجوي. حر ميثم، حر، سرمد سعاد، حيدر، حسين، باكبورد حاول واقرب الى اكرم محمد. اكرم حاول يخترق، يدخل، بلوك ممتاز من سرمد. تنتقل الى الدفاع الجوي. حيدر، حسين، عباس، محمد صلاح تحت السله، خطا على مصطفى عقيل، خطا وتوشوت لصالح فريق الدفاع الجوي. هذا محمد صلاح، خطا على مصطفى، بالتالي تو شوت للدفاع الجوي. الاولى يسجلها محمد صلاح، خبرة الدوري العراقي. محمد صلاح 63 33.
وسع الفارق إلى 31 نقطة. 64-33. سيد زهير حاول يخترق مرة ثانية، تمرير إلى أحمد جمعة. أحمد سين تصويبه من الآرك ما يسجل، حاول بأكثر من مناسبة تحت السلة أيضا ما يسجل حسين، تضيع. عود للدفاع الجوي، محاولة حيدر، سين يسجل من تحت السلة. حلوة الأسيست من سرمد، وحيدر من تحت السلة ما يضيعها ويسجل باسكت. ممتاز بالفنش. أحمد جمعة يحتفظ بالكرة. عثمان نينوى، عبيدة سامي، سين، أحمد جمعة تصويب من الآك استعجل بيها ولكن الكرة إلى الخارج. تنتقل حيازة لصالح فريق الدفاع الجوي، يلعب بشكل سريع. فريق عمان نينوى يضيع الكرة بسهولة، يحتاج يدور، يحتاج يخترق، يحتاج ينوع باسلوب اللعب. مرة ثانية حيدر جمعة الدوران، استعجل بالكرة الأخيرة. سيد زهير، عمان نينوى، أحمد جمعة، أحمد، مصطفى عقيل يقطع ويسجل باسكت. ممتاز، ياخذ خطأ إلى دوان، رمية حرة إضافية. ممتاز مصطفى عقيل. لاعبين الشباب يقدمون مستويات ممتازة في هذا الموسم. دوان 66-33، 66-35. نعم الآن دوان حاول بها يسجلها. جود جوب. 66-36، رجع الفارق إلى 30. حر ميثم، حر عباس حكمت، سرمد سعاد، حر ميثم، تمرير حيدر حسين، محمد صلاح، وخطأ على حسين زهير. خطأ حسين زهير، ارتكب الخطأ الشخصي. تو شوت لمحمد صلاح، بالأولى يسجل محمد صلاح. حاول بالثانية أيضا يسجلها. 68-36. وقت مستقطع الآن، وقت مستقطع يطلبه المدرب فواز فاضل، مدرب فريق عمان نينوى. راجع أداء فريق عمان نينوى، شوف بعض الإحصائيات في هذا اللقاء. لا زال فريق الدفاع الجوي يتقدم بالنتيجة. نسبة التسجيل للدفاع الجوي متفوق 56% مقابل 25%. على مستوى التو بوينت الدفاع الجوي متفوق 57% مقابل 29. على مستوى 3 بوينت فريق الدفاع الجوي متفوق 55%، محاول 9 محاولات مسجل 5. بينما عمان نينوى على مستوى 3 بوينت 20%، محاول 24 محاولة مسجل 5. على مستوى الفاور شوت عمان نينوى متفوق 77%، محاول 9 مسجل 7. بينما الدفاع الجوي 68% محاول 19. فاول شوت مسجل 13. 6 ترنوفر لكل فريق. اكثر المسجلين محمد صلاح 21 نقطة، وحسين زهير 7. مرة ثانية دفاع بريس على الفريق دفاع الجوي. حسين زهير يفقد الكرة، ترنوفر على فريق عمان نينوى. محمد صلاح يسجل دعم. حلوة لفريق الدفاع الجوي. بريس حامل الكرة، حسين زهير يرتكب فقدان الكرة، بالتالي سلة على فريقه. مرة ثانية حاول والسلة، مصطفى يسجل دانك. مصطفى عقيل يسجل دانك، سلة جديدة لصالح فريق عمان نينوى. 70-38. حر ميثم، سرمد سعاد، حيدر حسين، محمد صلاح، الباك بورد او
حيدر يسجل. نعم حيدر حسين يسجل من تحت السله وياخذ ادوان. رميه حره اضافيه حلوه لحيدر. فواز فاضل يتحدث مع حسين يوجهه. ادوان رميه حره اضافيه. تغيير الان. نشوف احمد جمعه يرجع للبنج. الادوان يسجل. يشارك اللاعب عمر محمد رقم 11. حيدر حسين الادوان يسجلها. تعود عبيده. عبيده يبحث عن زميل. حسين زهير. اكرم محمد تصويب من الارك ممكن ولكن اقرب الى محمد صلاح. مره ثانيه حيدر حسين. حر ميثم تمرير حر. عباس حكمة تصويب من الارك وثلاثيه بشكل سلس جدا يسجل هذا اللاعب عباس حكمة. ارقام ممتازه على مستوى 3 بوينت. مره ثانيه حاول على البيس لاين. تمرير عمر تصويب من الارك واقرب الى حيدر حسين. محاوله تمرير ممتازه وسرمت سعاد بالباك بورد. يا عيني بالباك بورد يسجل باسكت جديد لصالح فريق الدفاع الجديد. مباراة مفتوحة 78 38. محاولة تصويب من الارك وهو ما يسجل. استعجال من قبل لاعبي فريق عمان نينوى. محمد صلاح يسجل دانك حلوة لمحمد صلاح. سجل دانك جميل. وبالتالي نشوف هناك وقت مستقطع 80 38. شوف حلوة. عباس ومحمد صلاح يستعرض بالكرة الأخيرة من دون أي رقابة من دون أي دفاع. وبالتالي وقت مستقطع الآن يطلبه فواز فاضل. تراجع أداء فريق عمان نينوى بشكل كبير وبينما فريق الدفاع الجوي مستمر بالتسجيل. مباراة لحد الآن ماشية لفريق الدفاع الجوي 80 38. باقي 4 دقائق 19 ثانية على زمن الكوارتر الثالث. لحد الآن أفضل مسجلين محمد صلاح 25 نقطة و مصطفى عقيل مسجل 8 من جانب فريق عمان نينوى. يازعد فريق عمان نينوى. مرة ثانية حسين زهير. حسين عبيدة. محاولة مرة ثانية حسين زهير. حسين يحاول. عبيدة تصويبه من الارك. متابعة من قبل عمر. تعود سكن شانس ممكن. عمر محمد. عبيدة. حسين زهير. مصطفى عقيل. حسين تصويبه من الارك يحاول ما يسجل. حاول بأكثر من مرة حسين زهير وما يسجل. بالتالي يفقد الكرة تنتقل حيازة لصالح فريق الدفاع الجوي. آخر دقيقتين و55 ثانية. مرة ثانية فريق الدفاع الجوي. عباس حكمة حر ميثم. عباس تصويبه من الارك حاول ولكن اقرب الى مصطفى عقيل. ممتاز على الريباوت. مصطفى وخطأ على سرمد سعاد. خلينا نشوف القرار. خطأ على سرمد. نعم تبقى الحيازة من جانب فريق عمان نينوى. مرة ثانية محاولة دبل اوت. تصويبه من اكرم. متابعة هجومية بالباك بورد. يسجل لاعب مصطفى عقيل. مرة ثانية محاولة بالباك بورد.
ما يسجلها، تعود سيد زهير. سيد مصطفى عقيل، حاول مصطفى يقطع امام لاعبين ويسجل باسكت ممتاز، ياخذ ادوان. جهود فردي كبير لهذا اللاعب، حتى الان افضل اللاعبين في صفوف فريق عمان نينوى، رغم لاعب شاب نضال غانم مدرب فريق دفاع الجوي 1976. ادوان لمصطفى عقيل 80-40، فارق 40 نقطة، باقي دقيقتين 9 ثواني. الأندوان تضيع، متابعة هجومية من عمر محمد ممتاز. مصطفى يحاول يموه ومخالفة الوقت بيمشي بالكرة، ترنوفر على فريق العماني. تنتقل حيازة لصالح فريق الدفاع الجوي. جاسم محمد البديل، جاسم عباس حكمت، إيهاب حسن، نضال يراقب. محمد صلاح من تحت السلة ياخذ خطأ، محمد صلاح ياخذ خطأ. تو شوت لمحمد صلاح، ابتسامة مصطفى عقيل. محمد صلاح محمد حاول بالأولى يسجل، جود جوب. حاول بالثانية. محمد صلاح سجل. محمد دفاع بريس من جانب فريق دفاع الجوي. أكرم محمد، أكرم، سيد زهير دبل تيم وخطأ على إيهاب حسن. عودة إيهاب حسن إلى التشكيل داخل أرض الملعب. إيهاب مرة ثانية، تو شوت، 5. الأولى يضيعها سيد، يضيع الأولى. حاول بالثانية يسجلها سيد زهير. في 8:43، آخر دقيقة و45 ثانية. إيهاب، وخلينا نشوف خالفة 3 ثواني على محمد صلاح. ترنوفر على فريق الدفاع الجوي. مرة ثانية عمان نينوى، حاول جاب شوت، لوك ممتاز من سرمد سعاد، ياخذ الكرة. ترنوفر على فريق عمان نينوى. محمد صلاح من تحت السلة بالباك بورد يسجل ايزي باسكت. ايهاب حسن 84-43، دقيقة و15 ثانية وينتهي الكوارتر الثالث. سيد زهير، فارق واضح بين الفريقين. مرة ثانية سرمد، أكرم، عبيدة، سين، تصويبة من الآرك ما يسجل، وهناك خطأ. سلامات. هذا لاعب فريق عمان نينوى، لاعب شاب غيث ياسر. الكرة الأخيرة بينه وبين محمد صلاح. تو شوت، نعم خطأ على محمد صلاح. بالتالي تو شوت لغيث ياسر، آخر 59 ثانية. غيث بالأولى، جود جوب يسجل. لاعب شاب، شوف لاعب شاب والله، يعني بصراحة هذا الموسم برز عندنا اللاعبين الشباب. ثانية تضيع، تعود إلى إيهاب. جاسم محمد، إيهاب حسن، سرمد، تصويبة من الآرك، يجرب حظه، أقرب إلى حسين زهير على الريباوت. سين يحاول ويفقد الكرة.
تيرن اوفر على عمان نينوى. شوف حسين زهير يرتكب هو اللي يخسر الكرة فريقه، بالتالي تنتقل حيازة لصالح فريق الدفاع الجوي. إيهاب حسن من تحت السلة لاعبين ويتفوق ويسجل باسكت جديد لصالح فريق الدفاع الجوي. 86-44 آخر 25 ثانية. حسين زهير، أكرم، تصويبه من الآرك ويسجل ثلاثية جديدة لصالح فريق عمان نينوى. 86-47. هذه المجموعة راح تلعب في زاخو إن شاء الله الخميس المرحلة الثانية. محاولة محمد صلاح قد الكرة ياخذها مرة ثانية، حاول قطع والمرة الثانية يسجل باسكت وياخذ ادوان. بروح قتالية محمد صلاح يخطف الكرة ويسجل. هذا محمد صلاح لاعب الشرطة السابق. فواز فاضل يتحدث مع مروان جهاد حكم الدولي حول الكرة الأخيرة. أكيد هناك المدربين دائما يعترضون، أغلبية المدربين دائما اعتراض عن قرارات الحكام، ويبقى الحكم هو يعني بشر قد يكون يخطأ، ولكن يعني حكامنا حكام متميزين خصوصا دوري كرة السلة. يظل بعض الإيقاف الوقت بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبعض اللقطات الجميلة قبل كادر نقل مباراة. والنتيجة لحد الآن 48-47. نتحدث عن بعض الإحصائيات. حبيتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. أكثر المسجلين محمد صلاح 27 نقطة، مصطفى عقيل 12، إيهاب حسن 21، حسين زهير 8، عباس حكمة 18، وأكرم محمد 8. عدوان يسجل محمد صلاح. وشوف نهاية شوف القرار، هل نهاية الكوارتر الثالث نقطة ثانية. يفاز عند فريق الدفاع الجوي او عند فريق عمان نينوى. حسين زهير يصوب من بعيد، وهنا النتيجة قنوات شبكة إعلام عراقي نهاية الكوارتر الثالث بتقدم فريق الدفاع الجوي على عمان نينوى بنتيجة 89-47. استراحة قصيرة ونرجع وياكم نكمل أحداث المباراة.
مرة ثانية نجدد التحية أحبتي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي، وانطلاق الكوارتر الرابع والأخير مباراة فريقي الدفاع الجوي وعمان نينوى. كوارتر الثالث انتهت النتيجة واضحة أمامكم 89-47. انطلاق الكوارتر الرابع والأخير. أيضا هناك مباراة المجموعة الثانية في بغداد بين الحشد الشعبي وفريق الكهرباء. احمد جمعه عمان نينوى، عمر محمد تصويبه من الارك ويسجل ثلاثيه عمر محمد. جعل فريق عمان نينوى يفتتح التسجيل بالكوارتر الرابع. اسماعيل مؤيد، جاسم محمد يتصدر الترتيب فريق الدفاع الجوي. جاسم، عباس حكمت، اسماعيل مؤيد، تصويبه من الارك وثلاثيه ردها بشكل سريع جدا لاعب اسماعيل مؤيد، شقاء اسماعيل مؤيد وعلي مؤيد. 92-50. احمد جمعه، سيد زهير، احمد تصويبه من الارك ويحاول ولكن صراع تحت السله اقرب الى مصطفى عقيل. ممتاز، يحاول جامب شوت ولكن اقرب الى جاسم محمد. الفاست بريك حاضر. عباس محمد صلاح يسجل باسكت جديد لصالح فريق الدفاع الجوي. شوف الترانزيشن ممتاز جدا. محمد صلاح اليوم اكثر المسجلين. مصطفى عقيل يخطف الكره مره ثانيه ياخذها فريق الدفاع الجوي. محمد صلاح هو السله يسجل دانك حلوه لمحمد صلاح، يعني يخسرها الدفاع الجوي يخطفها فريق عمان نينوى، بعدها يخسرها فريق عمان نينوى. فريق اكيد يعني عامل الانسجام، عامل اللعب، عامل الخبره. فريق الدفاع الجوي بطل دوري، شوف اللقطه الاخيره، بطل دوري سنين على التوالي، وبالتالي فريق متمرس. محاوله عمان نينوى، خطأ على اسماعيل مؤيد، خطأ اسماعيل مؤيد يرتكب البرسنال فاول. هذا احمد جمعه. محافظة بابل دائما بابل ولادة لاعبين كرة السلة، كرة بالسايد لاين. احمد جمعه، احمد، اكرم محمد، اكرم، عمر محمد بيس لاين يحاول، امامه جدار صلب لاعبين طوال القامة. محاولة تمرير ترنوفر على فريق الدفاع الجوي. عمر محمد 4 ضد 2. سيد زهير، اكرم تصويبه واقرب الى اسماعيل. فاست بريك حاضر. ايهاب حسن، ايهاب تمويه وبالباك بورد يسجل. ايهاب حسن يسجل باسكت جديد لصالح فريق الدفاع الجوي. 98-50 نوصل الى ال100. سيد زهير البيس لاين يقطع، يحاول بالفلوتر وياخذ خطأ، خطأ لصالح فريق عمان نينوى. سيد زهير ياخذ تو شوت، ظال غانم مطمئن لحد الان على النتيجه الاولى يسجلها سيد زهير. باقي 7 دقائق والمجموعه الثانيه. 98-51. زاخو فاز على غاز الشمال، ثاني يسجلها حسين زهير. 98-52. بالكوارتر الرابع والاخير مرة ثانية محمد صلاح جاب شوت ومتابعة من ايهاب ممتاز. مرة ثانية حكمت بالارك حاول وهناك خطأ، خطأ على من؟ خطأ على ايهاب. تنتقل حيازة لصالح فريق عمان نينوى. 98-52. احمد جمعة، احمد جمعة وخطأ بالتمرير وترنوفر على فريق عمان نينوى. شوف
عامل الانسجام. الفريق كل فريق يعني يشارك يحتاج له كمية من المباريات، يحتاج انسجام. فريق عمان نينوى بصراحة من الفرق الممتازة، يعني الفرق اللي نرفع لها القبعة، تشارك لأول مرة ومع ذلك مستويات ممتازة قدمها هذا الفريق. محاولة دفاع الجوي، بلوك، متابعة ممتازة من محمد صلاح، حاول المرة الثانية ويسجل. باسكت جديد لمحمد صلاح، يوصل إلى رصيد 100. لحد الآن كل المباريات ما وصلنا إلى 100. أكرم محمد تصويبه من الآرك وثلاثية جميلة من هذا اللاعب. 3 بوينت جميلة عن طريق أكرم محمد، من اللاعبين بصراحة اللي يعجبوني. أكرم هو مصطفى عقيل، لاعبين الشباب اللي يقدمون مستويات ممتازة، إن شاء الله يتطورون أكثر. محاولة من جاسم محمد وثلاثية جميلة وياخذ أدوار حلوة. جاسم محمد، جاسم وعباس حكمت من اللاعبين الشوترية الممتازين بصراحة، لاعبين مؤثرين في الدفاع الجوي وقدموا مستويات ممتازة، وكان لهم علامة فارقة في حصول الدفاع الجوي على لقب الدوري. جاسم محمد الادوان 103.55. جاسم محمد حاول الادوان يسجل. مشاركة اللاعب ادم مازن لاعب رقم 12 دبل تيم على احمد جمعه. عود الى حسين زهير مره ثانيه. اكرم تنخطف الكره، تيرن اوفر، فاست بريك حاضر. جاسم محمد، محمد صلاح، ايهاب حسن، ادم مازن، جاسم توجه بشكل ممتاز. اسماعيل من الارك يصوب، اقرب الى احمد جمعه. احمد جمعه 104.55، باقي 5 دقائق و20 ثانيه وتنتهي المباراه. احمد جمعه، اكرم محمد، ستيل، تيرن اوفر، عباس حكمت هو السله يسجل ايزي باسكت. جود جوب من اللاعب عباس حكمت لاعب فريق الدفاع الجوي. 106.55. مره ثانيه تصويبه من عمر، كره ايربول، تابع من حسين زهير. مصطفى عقيل، احمد جمعه، احمد حاول يقطع بفلوتر ويسجل. شوت فردي لهذا اللاعب ويسجل نقطتين جديده لصالح فريق عمان نينوى. الباك بورد يا علي، بالباك بورد يحاول لاعب ادم مازن، لاعب شاب الواضح امامكم بالصوره، ياخذ خطا وتو شوت. لاعب شاب، هذا الدوري هذا الموسم اللاعبين الشباب راح يكونون علامه فارقه، لازم يقدمون، لازم يبرزون، بالتالي فرصه كبيره للاعبين الشباب انه اثبات الوجود. شفنا اكرم محمد، مصطفى عقيل، لاعبين اليقظه ايضا ممتازين. ادم مازن الاولى يسجلها. ايضا مشاركه صادق نضال لاعب رقم 44 نجل نضال غانم، حاول بالثانيه. يفقدها، تنتقل حيازه لصالح فريق عمان نينوى. 107.57. مرة ثانية عمان نينوى. عمر حسن، احمد جمعة يحاول، محاولة صادق ويسجل. صادق نضال يسجل اولى النقاط الشخصية، ابتسامة الوالد. نضال غانم، ستيل، تيرن اوفر، محاولة ممكن ويسجل المرة الثانية. حلوة لصادق نضال، دعم من اللاعبين زملائه. جاسم محمد، احمد جمعه يحاول بالباك بورد يا علي، بالباك بورد يسجل باسكت جديد لصالح فريق عمان نينوى. 111.59. جاسم محمد الى صادق نضال، صادق يحاول، لاعب شاب، تصويب حلوه. جاسم محمد لاعب متخصص بالثلاثيات، بالتالي 114.59. ما وصلنا
هذه العبرة المية بالنسبة لأغلب المباريات. تمرير عمر حسن، محاولة وستيل حاضر، تنخطف صادق نضال، التمريرة صادق، تصويبه بالارك، تابعه من اسماعيل مؤيد، ايهاب حسن من تحت السله يسجل باسكت. ما عنده اي صعوبه فريق الدفاع الجوي. لونج باس حاضر مصطفى عقيل، مصطفى يحاول يخترق، يخسر الكره. تيرنوفر مره ثانيه، يحاول ادم مازن، تيرنوفر على فريق الدفاع الجوي مره ثانيه. عمر توقف بالباك بورد يسجل. عمر محمد، مباراة مفتوحة، وان سايد جيم بالنسبة لفريق الدفاع الجوي. عمر حسن يحاول يصوب، ومتابعة من مصطفى عقيل، وهناك خطأ على آدم مازن. باقي دقيقتين و45 ثانية وتنتهي المباراة. المباراة لحد الآن رايحة للدفاع الجوي. نضال غانم على النتيجة. تو شوت لمصطفى عقيل. مصطفى عقيل تو شوت، أولى تضيع من مصطفى. حاول بالثانية سجلها. جود جوب. 116 62. يرجع للبنج لاعب مصطفى عقيل، قدم مستوى ممتاز. اخر دقيقتين و45 ثانية. صادق نضال، صادق يسجل اسمه في الدوري الممتاز. صادق يحاول تصويبه من الارك، ولكن ايهاب وبلوك ممتاز وصراع من تحت السله، وايهاب يسجل باسكت وياخذ ادوار. ايهاب حسن خبره. صادق نضال، سجل نضال غانم. ادوان 118 62. شنو اللي يقدر فريق عمان نينوى؟ الفارق واضح بين الخبره والمستوى و هناك لمس الخط قدم ايهاب حسن، بالتالي تنتقل حيازه لصالح فريق عمان نينوى. مصطفى عقيل او عبيده يحاول ياخذ خطا وتو شوت. عبيده سامي، هذا عبيده سامي. دقيقتين و25 ثانيه. تو شوت. عباس حكمت ايضا خلاص يعني يرجع للبنج. الاولى يسجلها عبيده سامي. يحاول بالثانيه سجلها. جود جوب. 119 63. 5 اخطاء للدفاع الجوي، خطا على كلفه تو شوت. مره ثانيه صادق حيدر، ولكن الكره الى الخارج. تيرنوفر على فريق الدفاع الجوي. حيدر سيد 21 حياز عند فريق عمان نينوى. عبيده ياخذ خطا بالتمرير. تيرنوفر تنتقل لصالح فريق الدفاع الجوي. دخول بالانسايد ممتاز. حيدر حسين يعوضها الكره ايضا. تيرنوفر محاوله من صادق مره ثانيه، يخطفها ادم. تمرير جاسم تخصص، ولكن الكره الى تنتقل حيازه لصالح فريق عمان نينوى. دقيقه 51 ثانيه. احمد جمعه خطا على ادم مازن. مباشره تو شوت. تو شوت لاحمد جمعه، الاولى يسجلها. خلاص المباراه رايحه للدفاع الجوي. احمد جمعه حاول بالثانيه تضيع، تعود الى جمعه. احمد جمعه عمان نينوى يخطفها
فريق الدفاع الجوي مرة ثانية. آدم وخطأ متعمد، خطأ متعمد على أحمد جمعة. تو شوت وحيازة. آدم مازن. هذا آدم، شوف اللاعبين الشباب. تو شوت وحيازة. الجمعة متعصب. شاركت أكرم محمد. آدم مازن تو شوت وحيازة للدفاع الجوي. الأولى تضيع. هذا آدم. لاعبين شباب فرصة يقدمون. أيضا تضيع. مرة ثانية صادق نضال، تصويب للارك، يحاول المرة الثالثة ايضا ما يسجل. اليوم مصر صادق على التصويبات الثلاثية. المرة الرابعة ايضا ما يسجل. ايهاب بالباك بورد يسجل باسكت وياخذ ادوان. حلوة لايهاب حسن. سجل باسكت تسارع على ايهاب في دقيقة و23 ثانية وتنتهي المباراة. احبتي مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي، مستمرين معكم في نقل منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة. ايهاب حسن الادوان ضيع، تعود الى عبيدة، عبيدة الى عمر، عمر محمد، اكرم، اكرم محمد، عمر، عبيدة، تصويب من الارك، يحاول ولكن متابعة من اكرم ممتاز. اكرم محمد، اكرم نلعب اخر دقيقة وهناك خطأ على صادق نضال. صادق نضال يرتكب البيرسونال فاول مباشرة. تو شوت. هذا اكرم محمد. تو شوت لاكرم اخر دقيقة. اكرم الاولى يسجلها، سجل الاولى، حاول بالثاني. اكرم محمد، اكرم ثانية جود جوب يسجل. 122 67 افضل سكور لحد الان في هذا المرحلة. صادق جاب شوت، تصويبه ممتازة ويسجل. ممتاز جدا صادق نضال، سجل نقطة جديدة للدفاع الجوي. اكرم محمد، اكرم، اكرم وخطأ على ادم مازن اخر 40 ثانية. ادم خطأ. فرصة ممتازة الشباب يقدمون الاداء، يقدم نفسه في هذا الموسم. العلامة الفارقة في كل الفرق اللاعبين الشباب. اكرم محمد الاولى تضيع. مية 124 67 اكرم يحاول بالثانية. اكرم تضيع ايضا. صراع على الكرة اقرب الى جاسم. ايهاب حسن، ايهاب يحاول وخطأ، خطأ على اكرم محمد. حيازة تبقى لفريق الدفاع الجوي. جاسم محمد، جاسم، حيدر حسين، جاسم تصويبه من الارك، متابعة ممتازة عن طريق ادم، ستيل ممتاز، خطفها عمر حسن، هو السلة بالباك بورد ويضيع. تضيع
يعني هو السله شوف قله التركيز. عمر حسن ايضا لاعب شاب ممتاز. خلاص الامور انتهت، الامور انتهت. الف مبروك لفريق الدفاع الجوي، الفوز، يحقق فوز الخامس، صدر الترتيب نتيجه 124-67. تقبلوا تحياتي انا معلق المباراه جهاد الزيدي وكادر العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.